خميرة بيرة من اللي بنشتريها من المخابز، عملناها بطريقة بسيطة جدا وكمان بمقادير بسيطة ورخيصة جدا. ده ممكن يبقى قالب كبير، معرفش والله القالب بكام، ما كنتش بشتري بالقالب، انا كنت بشتري الفورية، بس انا بعد كده خلاص مش شارية حاجة، كل حاجة احنا بنعملها عندنا في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي، قناة مطبخ ماما قدرية. الخميرة البيرة، الخميرة البيرة هنعملها مع بعض بأسهل سهولة وبأسهل مقادير، مفيش مقادير خالص. طب معايا كوباية دي، كوباية مية ومعلقة عسل اسود اهي. معلقة عسل اسود. خلاص هعمل ايه؟ احط هنا المية بالشكل ده كده واقلبها في العسل الاسود، ابوشه خالص كده زي ما انتم شايفين. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل الخميره البيره، الخميره البيره اللي بنشتريها من الافران. خلاص. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنحط الدقيق كده شويه بشويه، يعني مش هنحطه كله كده، حبه حبه كده، ايه، ونقلبه بالشكل ده. طيب زي ما انتوا شايفينها كده اهي. هنعوز ايه؟ هنعوز ميه، هنحط ميه كده ونحاول نخففها. انا مش عايزاها تكون ماسكه، لا انا عايزاها سايله شويه. خلاص اهو بالشكل ده كده. خلاص هايل جدا، انا عايزاها بالقوام ده. هعمل ايه بقى؟ معايا هنا كده حبه في طرف المعلقه الصغيره بتاعت الشاي نشادر من بتاعت البسكوت. خلاص اهي. وهقلب كويس قوي اهو، هقلبها كويس قوي بالشكل ده. خلاص. طبعا انتوا عارفين الخميره دي بنستعملها في العجين وفي اغراض تانية كتير، يعني مش في العجين بس. خلاص تمام كده اهو. انا بنعمل كميه بكميه صغيره، مش بنكتر، لما تخلص نعمل غيرها. طيب حبايب قلبي، انا معايا بقى برطمان زي ده كده نضيف وناشف ومتعقم وزي الفل. هعمل فيه ايه بقى؟ هفضي المكونات بتاعتي دي هنا في البرطمان ده. تمام كده زي الفل، جميل جدا. معايا بقى حته كيس كده من اكياس التلاجة، واحكمها كويس قوي اهوت اهو. سامعين التكه دي اهي. وهسيبها كده بقى حوالي 24 ساعة، وبعد كده نرجع لبعض نشوف هي بقى شكلها ايه. طيب حبايب قلبي، الخميرة بتاعتي بعد ما قعدت 24 ساعة هنفتحها مع بعض سوا دلوقتي ونشوف بقى شكلها ايه. ما شاء الله ولا قوة الا بالله اهي. شايفين الفقاقيع دي؟ شايفينها اهي. كده معناها ان الخميره بتاعتي تفاعلت كده. عايزين نكمل بقى الوصفه بتاعتنا. هنعمل ايه؟ هنفضي دي كده، الخميره بتاعتنا اللي تفاعلت بالشكل ده على النشا، عشان نعمل الخميره البيره اللي تقعد عندنا شهر واتنين وتلاته، نستعملها بكل بساطه وبكل سهوله، بدل ما نشتريها من بره. لا نعملها عندنا في البيت اهو، زي ما انتم شايفين كده مع بعض خطوه خطوه اهو اهو. هستعمل ايدي كده بالشكل ده لحد ما ايه، ما تجمد معايا. هي خلاص كمان بانت اهي اهيت بالشكل. خلاص فل الفل كده قوامها اهي بالشكل ده اهي. ايه رأيكم بقى؟ خميرة بيرة من اللي بنشتريها من المخابز
عملناها بطريقه بسيطه جدا، وكمان بمقادير بسيطه ورخيصه جدا. ده ممكن يبقى قالب كبير، معرفش والله القالب بكام، ما كنتش بشتري بالقالب، انا كنت بشتري الفوريه، بس انا بعد كده خلاص مش شاريه حاجه، كل حاجه احنا بنعملها عندنا في البيت. طيب هنعمل ايه بقى؟ وده الشكل النهائي بتاعها بالشكل ده. الخميره البيره قطعتها قطع كده مدوره، احطها بقى في الفريزر تقعد عندي وقت ما تقعد، شهر 2 3. وقت ما اخلصها انا مش عامله كميه ولا حاجه، انا عامله شويه صغيرين يعني. حلوه جدا، جميل. حبايب قلبي، دايما اللي بينوريني بالمشاهده ما ينسوش اللايك الجميل بتاع ماما قدريه والاشتراك على القناه. حبايب قلبي، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.